حاولوا خلوا شوي فضاء، حاولوا خلوا شوي فضاء. فوق ونسمعوه عبدوا كل قطع شيء بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بيان عن قناة على الناس الإلهية لأعلام من علماء الزيتونة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، فقد تبين للشعب التونسي المسلم بما لا يدع مجالا للشك أن قناة نسمة تستهدف هوية هذا الشعب الكريم بكل ما أوتيت من قوة، ولا تبالي بالحرمات والمقدسات الإسلامية، بل وتمعن في ذلك إمعانا إلى درجة أنها استباحت لنفسها أن تتجرأ على الله سبحانه وتعالى وتصوره وتجسده وتمثله وتعرضه في صورة مكروهة على المباشر، وهي بعرضها هذا الفيلم المشين في هذه الفترة الحساسة تسعى لإثارة الفتنة والبلبلة والفوضى في صفوف الشعب التونسي المسلم الموحد، وهي أيضا بهذه الطريقة تحاول أن تدخل البلاد في صراع نحن في غنى عنه في هذه المرحلة الحرجة ما قبل الانتخابات. وعليه فإن الجمعيات ومكونات المجتمع المسلم تصدر بيانا. أولا، نعتبر أن هذه المحاولة الدنيئة من قبل قناة نسمة هي بمثابة إعلان حرب على الشعب التونسي المسلم بإدخاله في فوضى مدمرة. ثانيا، نحذر هذه القناة من هذا المنهج العقيم، لأننا سنحاكمها قضائيا على ما فعلت عن طريق القانون التونسي الذي يجرم التعدي على الذات العلية. ثالثا، ندعو السادة العلماء والدعاة والأئمة والخطباء وهيئات المجتمع ورجال القانون والصحافة أن يحضروا يوم 8 أكتوبر، هذا البيان قديم يعني، على الساعة 9 في قاعة البراق بباب سعدون للحضور من أجل سماع محاضرات من بعض علماء الزيتونة والتشاور في الخطوات العلمية العملية التي يجب اتخاذها للرد على هذه الجريمة. رابعا، نطالب باتخاذ موقف صريح وحاسم تجاه هذا التعدي الصارخ والعلني على الشعب التونسي بهويته ووحدته. خامسا، المطالبة بإصدار قانون يشدد في العقوبة ويجرم أي محاولة للنيل من مقدسات وحرمات هذه البلاد المسلمة من 14 قرنا، وذلك لحماية مقدساتها وأمنها. هذا البيان الله أكبر. الجمعية التونسية للعلوم الشرعية، الجمعية التونسية لأئمة المساجد، جمعية المنبر الإسلامي، جمعية الهداية، جمعية دار الحديث الزيتونية، جمعية الخطابة والعلوم الشرعية، نقابة الأئمة والإطارات الدينية، نقابة الوعاظ وأعوان وزارة الشؤون الدينية، ورابطة مجلس أو مجالس حماية الثورة لتونس الكبرى. كلمة أخيرة، ما يطالب به العلماء أيضا هو مقاطعة منتجات الشركات التي تبث إشهارها وإعلانها على قناة نسمة. الله أكبر. الله أكبر. مقاطعة هذه القناة يعني هذا شكل من أشكال تضييق الحصار على هذه القناة، لأنه بمقاطعة المنتجات سيؤدي بها إلى الإفلاس. والمنتجات هي LG كانديا، دياري، العولة، ياغورت بتيدو. هذه المنتجات يلزمنا قطعها. وقت اللي أصحاب الشركات هذوما يعلنوا تبرؤهم من نسمة وما عادش يعملوا إشهار في نسمة، نرجعوا نشروا المنتجات متاعهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.